حبايب أمونة، صباح الفل والورد والياسمين والجمال على عيون أحلى اخوات وأحلى متابعين في الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. وحشني كتير 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 كتير. شكرا لتعليقاتكم الجميلة، شكرا لأحلى اخوات اللي دايما واقفين جنب أمونة في كومنتات في كل حاجة. تسلموا لي، ربنا يخليكم ليا يا رب، يا أحلى اخوات في الدنيا يا رب. عايزه بقى النهارده هنعمل حاجه حلوه قوي 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 هتعجبكم ان شاء الله. بس بالله عليكم اللي يدخل القناه ما ينسيش يعمل لامونه لايك والاشتراك في القناه ويفعل الجرس على الكل عشان يوصلوا من امونه كل جديد. وبالله عليكم يا جماعه اللايك ما بيكهربش، وقلت لكم اكتر من مره اللايك ما بيكهربش، فبالله عليكم عشان خاطر امونه الناس كلها تدخل لها وتدعمني اللايك بتاعكم. بالله عليكم يا احلى اخوات، بحبكم جدا. هتعملي ايه يا امونه؟ تعالوا شوفوا امونه هتعمل ايه. امونه هتعمل صدر ديك رومي. يا نهارك ابيض يا امونه، مره واحده؟ مره واحده، امال هنعمله على مرتين؟ طيب بصوا يا جماعه، رحت كده الماركت وجبته بصراحه، ده وزن حوالي 2 كيلو، غسلاه ومنضفاه بصوا زي القشطه زي ما انتم شايفين كده. خلاص حلو قوي قوي قوي، ان شاء الله هيعجبكم. طيب معاكي ايه بقى يا امونه؟ هقول لكم يا حبايب امونه انا ليه هشتغل على البوتاجاز، علشان الاضاءه تكون ظابطه وان انتوا تشوفوا كويس. خلاص طيب هنعمل ايه يا امونه؟ معايا هنا صدر ديك رومي، ايا كان الوزن اللي انتوا عايزينه. طيب معايا ايه تاني؟ معجون طماطم يعني كيس صلصه كده، ومعايا زبده، حته زبده وهقول لكم ليه وانا شغاله، وفص ثوم مهروس حلو قوي، ومعايا هنا بصلايه مهروسه مبشوره جدا جدا، وعلبه زبادي خلاص علبه كامله، ومعايا خل ويعني حوالي معلقتين خل ومعلقه ليمون او معلقتين صغيرين ليمون. وايه تاني يا ست امونه؟ ومعايا دبس رمان. اللي ما عندوش دبس رمان مفيش مشكله، هي بس بتدي المزازه. طب هنعمل ايه بقى؟ اول حاجه كده هنجيب بس حاجه نشتغل فيها. بصوا يا حبايب امونه، بصوا انا عايزه المناديل فين العيال عشان هم مبهدلين الدنيا. عينت منهم الحاجه فين، مخبيه منهم المناديل. الطبق مغسول وزي الفل، بس برضو مكان الركنه لازم نمسح الحاجه. نوسع بقى، وسع 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 وسع، ايوه بقى هنوسع كل الحلويات دي. خلاص هنفتح كيس الصلصه ماشي اهو. انا هجيب المضرب، اللي مش هيعمل لايك هو حر. طيب يلا بينا هنعمل ايه بقى؟ هنسمي بسم الله. اول حاجه كده هنعملها، هنعمل التتبيله. هننزل بعلبه الزبادي، هننزل بعلبه الزبادي. تمام، نزلنا بعلبه الزبادي اهي يا حبايبي. خلاص، وهننزل بالخل والليمون والزبده والثوم. هقول لكم بقى هنا ليه الزبده، ادي الثوم. بصوا انا هستكفى بالقدر ده من الزبده. ليه بقى ليه الزبده هنا حبايبي؟ النسيج بتاع الديك الرومي بيبقى ناشف شويه، فهنا حطينا هنا حطينا زبده وزبادي علشان يطروا النسيج بتاع الايه، بتاع الديك الرومي. شاطره يا بنتي يا امونه والله، لايك. بعد كده هننزل بالبصله المبشوره، نلم حوالينا كده ما نسيبش الدنيا مبهدله. وبعدين
هننزل بشويه دبس الرمان. لهوي مقفوله جايه. هو بيدي مزازه شويه. عندك صويا صوص برضو حطي، ما عندكيش حطي معلقه عسل اسود، مش الطعم مش هيبان، بس هتدي تيست حلو. طيب هينزل بقى بكيس الصلصه او معجون الطماطم كده خلاص. لايك للفيديو يا احلى اخوات في الدنيا. حطوا اللايك. خلاص معايا بقى بهاراتي ايه، ركزوا معايا، ركزوا معايا. ملح، فلفل اسود، دي شويه ماجي، مرقه ماجي صغننين بصراحه يعني لقيتهم حطيتهم. بصوا اللي عنده عسل نحل يضيف هنا معلقه، مش هتفرق خالص في الطعم، بس والله العظيم هتدي تيست حلو، بس انا للاسف ما عنديش. يبقى معلقه ملح، معلقه فلفل اسمر، دول شويه مرقه ماجي، موجودين مش موجودين مش مهم، معلقه بابريكا، توم باودر، بصل باودر، جنزبيل، مع بعض كده الميكس ده، بهارات فراخ، دي قرفه. خلاص كل التوابل اللي عندك حطوها. هننزل بكل الحلويات دي. الريحه طلعت من قبل ما اعمل حاجه. يا خراشي عليا، ايه ده، ايه العسل ده. بعد كده بقى معايا المضرب، اللي مش هيعمل لايك هو حر. نقلب بقى كل الخلطه الحلوه دي. الله الله يا بنتي امون. بصوا هزود شويه خل صغننين خلاص كده. نقلب حلو قوي. الله، لايك للفيديو. يلا بقى حبايب امونه، انا خلصت كده التتبيله. خلاص هجيب كده بس سكينه، وهنجيب كده طبق. خلاص علشان بس اعرف اخد راحتي وانا بتبل، لان ده صغير. ما شاء الله يا جماعه الصدر حلو قوي ما شاء الله، اللهم بارك. يعني الف هنا اللي هياكل. بصوا خلاص هحطه بقى هنا كده. هتعملي ايه بقى يا امونه، هنغص كده بالسكينه كل مكان في الديك الرومي. ليه بقى في الصدر؟ ليه بقى؟ علشان التتبيله تدخل في كل ده. خلاص بالشكل ده كده، كله كده يتنغص كده. بصوا بالله عليكم حطوا اللايك، بالله عليكم يا ما تستخسروش فيا اللايك بقى. بصوا اهو انا بنغص في كل مكان. بصوا بقى اللي عايز يجيبه 3 كيلو يجيبه، اللي عايز يجيبه هو ده. انا اخترته وقطع معايا 2 ومش عارفه يعني كام جرام. خلاص بصوا في كل الصدر كده اهو. بصوا كله بننغص فيه كله كده، كله كده. خلاص اهو. ماشي يا حبايبي، طبعا مغسول زي الفل ومية مية. ايديا طبعا مغسوله عشان الاكل ده هناكله انا والولاد، عشان ما ينفعش تبقى ايديا مش نظيفه. طيب هنعمل ايه؟ هنسمي بسم الله ونشمر. اهم حاجه التشميره دي يا ولاد. هنعمل ايه؟ هنجيب بقى التوابل الحلوه دي. بصوا يا جماعه، بصوا حلوه قوي.
هي مززه سنه، يعني اللي ما بيحبش دبس الرمان بلاش، هي فيها مزازه وممكن تخف شويه الخل. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنيجي كده، هو مفيش جلد كتير بس انا موسعه له، هنيجي كده من تحت الجلد ده. معلش الفيديو ده ممكن يطول شويه بس عشان خاطركم والله. بصوا بقى نعمل لها زي مساج كده اهي. والله العظيم الريحه قسما بالله طالعه فظيعه. بصوا انا هسيب شويه خلطه او شويه تتبيله علشان هحتاجها، هقول لكم ليه بس بعدين. بصوا من فوق ومن تحت ومن جوه ومن بره، بصوا كده كده اهو. اهم حاجه ايدينا يا جماعه تبقى نظيفه، وانتوا طبعا فاهمين وزي الفل. بصوا اهي بندخل كده في الحتت اللي احنا عملناها دي. والله العظيم الريحه وهم، يعني يا ريتكم معايا تستاهل بقكم. خلاص اهو انا مزوده التتبيله شويه عشان تاخد وتدي براحتها اهي. الله الله عليك يا سيدي. ايوه بقى، ايه ده يا امونه؟ يا خرابي عليكي اهي. بصوا يا جماعه حلوه اخر حاجه بجد. بصوا انا سبت الشويه الصغننين دول وهقول لكم انا سبتهم ليه. خلاص اهي. بصوا بقى يا حبايب امونه اهو، ده شكل الصدر بتاع الديك الرومي. قسما بالله ريحته وهم وهم وهو ني. بصوا التتبيله عامله ازاي، حلوه جدا اللهم بارك. بصوا بقى هغطيه بقى بستريتش باي حاجه عندك ان شاء الله، بكيس بلاستيك ابيض يبقى نظيف، وهنحطه في التلاجة. هي اقل حاجه يقعد من 4 ل 5 ساعات، بس مش مستحب قوي لان هو بيحب الرومي ياخد وقته في تتبيلته علشان الطعم يبقى حلو. خلاص فانا هسيبه من هنا لبكره، انا مش مستعجله عليه. النهارده هنعمل اكل خفيف كده وهناكل، فانا مش مستعجله عليه. هدخله النهارده في التلاجة وتاني يوم ان شاء الله هنيجي مع بعض وهنسويه وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. وانا ليه عاينه دون الشويه دول برضو عينهم في التلاجة علشان ان شاء الله هنعمل شويه خضار كده حلوين ونحط عليه القمر ده صدر الديك الرومي. فهحتاج شويه التتبيله دي عشان اتبل بيهم الخضار الجميل بتاعي، وكل ده هنشوفه ان شاء الله بكره. بس انتظروني، ما تروحوش في اي حته غير عند امونه. بحبكم قوي يا احلى متابعين. باي باي، انتظروني. بصوا بقى حبايب امونه كده بعد ما عدى يوم على صدر الديك الرومي بتاعنا، بصوا بقى شكله جميل ازاي. التتبيله مسكت عليه وخدت ودت كده. بصوا من هنا ما شاء الله حلوه قوي قوي قوي، والتتبيله في كل مكان في الديك الرومي، في الصدر الديك الرومي زي ما انتم شايفين. هنا بقى حبايبي معلش مش عارفه اطلع بوشي في المقطع دون. هنا بقى حبايب امونه انا جبت معايا كميه خضار، اي خضار عندك. انا هنا كان عندي متوفر عندي كوسه، طماطم، جزر، فلفل، بطاطس، خلاص كده صح تمام. تمام حبايب امونه كله قطعته كده بالشكل ده. وكنت انا عاينه معاكم شويه خلطه تتبيله من بتاعه الديك الرومي، حطيتها هنا مع الخضار الجميل ده وقلبته كويس جدا جدا جدا. دلوقتي هنعمل ايه؟ هروح اجيب الصينيه بتاعتنا والورق الفويل بتاعي واحط فيه الخضار الجميل ده وعليه صدر الديك الرومي، وبعد كده هدخله في الفرن. هياخد حوالي ساعة لساعة ونص على حسب الفرن بتاعكم، وبعد كده هنرجع نشوفه مع بعض حبايب قلب امونه. بس قبل اي حاجه متنسوش اللايك الحلو والاشتراك الحلو، واللي لسه مفعلش الجرس بسرعه بسرعه يفعل الجرس علشان خاطر يوصله كل جديد من امونه.